العالم بيغلي ومصر بتراجع حساباتها. طب ايه اللي حصل؟ في الكام يوم اللي فاتوا حصلت حاجه غريبه، تصريحات غير معتاده، استعدادات في اوروبا، وتحركات مصريه ورا الكواليس، وكأن العالم كله داخل على مرحله جديده محدش عارف هتوصل لفين. خليني احكي لك اللي حصل اللي بيخلي اسئله تدور جوه دماغنا. هو احنا داخلين على زمن الاستعداد ولا على زمن المواجهه؟ تعالوا نبدا من مصر. وزير الدفاع المصري في معرض ايدكس اتكلم بوضوح غير معتاد، وقال ان العالم والمنطقه بيمروا بتحولات وسرعات غير مسبوقه، وان الاستعداد لاي خطر بقى واجب لا يحتمل التهاون. الكلام ده مش بروتوكول، الكلام ده جاي في توقيت العالم فيه بيتشقلب. والنهارده بقى في ناس دوليا بتقول بصراحه ان تحذيرات الرئيس السيسي من سنوات كانت رؤيه بدري عن وقتها. تعالوا بقى نروح لاوروبا اللي عايشه حاله توتر ما حصلتش من عقود. هولندا بعتت دليل رسمي لكل المواطنين وتطلب منهم يجهزوا احتياطي اكل وميه ل3 ايام، لكن الصح ان ده مش استعداد لحرب بكره، ده جزء من خطه طوارئ بسبب مخاطر كتير وهجمات سبرانيه وتغير مناخ وضغط على شبكه الكهرباء والتوتر مع روسيا اللي عامل قلق لكل اوروبا. وفي المانيا وزير الدفاع ورئيس الاركان بيتكلموا دلوقتي بلهجه مختلفه تماما، زياده ميزانيه الجيش، استعداد اكبر، ونقاش مفتوح عن عوده الخدمه العسكريه، ولو المتطوعين ما كفوش النظام كله هيتوسع. وعلى الناحيه الثانيه فرنسا، فرئيس اركان الجيش طلع وقال للشعب لازم نكون مستعدين نخسر من شبابنا لو حصل صدام كبير. التصريح هز اوروبا كلها لانه اول مره مسؤول اوروبي كبير يتكلم بالوضوح ده من بعد الحرب الباردة. ومصر بقى بتلعب في الملف اللي شايفاه الأخطر، غزة. حسب تقارير غربية وإسرائيلية، مصر شغالة فعليا على تدريب مجموعات من قوات الأمن الفلسطينية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي علشان تمسك الأرض وتدير القطاع بدل أي وجود أجنبي. وفي نفس الوقت في تجهيز لمركز قيادة دولي في العريش ضمن خطة الأمم المتحدة لحفظ السلام وإعادة الإعمار. مصر هنا بترسم خط واضح لإدارة فلسطينية بدون تهجير وبدون قوات أجنبية تتحكم في الناس، وأمن وحدود مصر خط أحمر. طب والجيش المصري؟ العالم شاف جانب صغير من اللي عند مصر في معرض إيدكس، صفقات درونز، تصنيع معدات، تطويرات سريعة، وتنويع مصادر السلاح اللي خلى في دراسة إسرائيلية بتقول وتيرة تطوير الجيش المصري أسرع من اللي كانت إسرائيل متوقعه. وده مرتبط برؤية 2030 إن القرار العسكري يبقى مستقل تماما ومبني على قدرة ذاتية. الخلاصة إحنا قدام عالم بيتحول، أوروبا بترفع حالة الاستعداد، الشرق الأوسط على صفيح ساخن، ومصر بتجهز نفسها بعقل مش برد فعل. كل الاشارات دي مش معناها ان الحرب بكره، لكن معناها ان العالم داخل على مراحل محدش فيها مرتاح، والجاهزيه بقت جزء من الحياه السياسيه والعسكريه. السؤال دلوقتي لحضراتكم، هل اللي بنشوفه ده مجرد تحضير للطوارئ ولا فعلا العالم داخل على فصل جديد من الصراع؟ وانت شايف مصر رايحه على فين وسط العاصفه دي؟ اكتب رايك في التعليقات علشان نفتح النقاش، وما تنسوش اللايك والشير علشان الناس تفهم الصوره كامله. ودائما وابدا تحيا مصر، والسلام عليكم.